السلام عليكم، مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا بخير وانتم تشاهدوا فيديو اليوم. راح نقدم لكم طعام بالكابو. نبدأ بسم الله. نقطع البصل، يكون كبير شوي نقطعوه لانه في الاخير راح نرحي الخضار كل ما لم يهمش. طريقة تقطيع الخضار تاعنا كما راكم تشاهدوا في هكا في برمة. نحط البصل ونضيف ملعقة طماطم مصبرة وحبة طماطم حب. ميهمش يعني يكون رقيق رقيق او خشين التقطيع تاعنا لانه في الاخير راح نرحيه. نضيف اللحم وشوية زيت ونحطوهم يتقلوا شوي ما بيت من نكمل البقية. كما راك تشوفوا في كسرونة حطيت الماء والتمر. نحاول نحل التمر هذاك بيدي ونخليه يغلي فوق النار، ونضيف في البرمة السنارية والكابو قشرته وقطعته هكا كبير. المقادير يعني على حسب أفراد العائلة. أنا درت حبتين جزر وحوالي 200 جرام هكاكا تاع كابو، ونضيف لهم حبة بطاطا. بعد ما غلى الماء تاعنا اللي درت له هذاك التمر نصفيه في كسكاس باهي يهبط الماء وتفث هذاك كل نرميه. ونضيف الفول اليابس والحمص نضيفه في الاخير لانه عندي طايب. وضفت ملعقة صغيرة تاع حلبة. ناخذ في جفنة حطيت كمية من الكسكس يكون متوسط، ضفت له شوية ملح وقطرات تاع زيت. نحاول نبسس الكسكسي تاعنا ونشمخه بشوية تاع ماء حوالي نص كاس ماء. نخليه يشرب هذاك الماء ونحطه يفور فوق المرقة تاعنا. النار لازم نحطوها تكون متوسطة او ناقصة شوي لانه عندنا اللحم باه يطيب وكلش ما لم يكونش نار عالية ياسر. هكا فار تفويرة الاولى نصفيه ونضيف له شوية ماء نشمخو بيه ونحله ونزيد نخليه يفور التفويرة الثانية كما راكم تشوفوا معايا. وهكا المرق نضيف له الفلفل الحار وشوية ثوم شوية راس الحانوت ندخلهم في كل مع بعضهم. وهكا بعد ما طاب نربيه بالميكسر. شي هذا اختياري تقدر تستغني عليه تخليه غير يطيب بركة حسب الجو تاعك. ضفت له شوية حمص طايب وخلاص نخليه يزيد يطيب شوي وخلاص. هنا الكسكسي تاعنا راه فار وطايب خلاص. زدت له شوية زيت زيتونة نحلو مليح باه ما يوليش الشكل تاعو مكعبر او الاخر يكون هكا متساوي كل. والخضرة تاعنا كيما شفتوها حطيتها زيد تطيب شوي بركة ونقدمها. هاي جت تشهي نودكم اشهيكم حبيباتي. جت روعة بنينة ان شاء الله تسيوها وان شاء الله يعجبكم طبق اليوم. ما تنسوش تدعموني تشتركوا في القناة. اذا عجبكم الفيديو دفعوا لايك. اذا عندكم اي تساؤل حطولي في التعليقات راح نجاوب اخواتي. نحبكم في الله ومع السلامة.